كان زمان معظم الاباء لما البنت تحب تعمل حاجه او تخرج او تسافر يقول لها لما تتجوزي اعملي اللي انت عايزاه. المشكله ان انا بقيت استغرب ان انا بلاقي نماذج دلوقتي بنفس العقليه دي، مش اباء، البنات نفسها بقت تقول لما اتجوز هبقى اعمل، لما اتجوز هبقى اخرج المكان الفلاني، هبقى اسافر المكان الفلاني. ده طبيعي لان احنا كبنات وكمان في دولة مفروض انها اسلامية مش مسموح لنا ان احنا نسافر كتير ونروح، حتى بالاخص لو كان السفر ده خارج البلد كلها الا بمحرم. ماشي يا ستي ده انت عندك حق فيه. بس واحدة كانت بتكلمني من كام يوم بتقولي لما اتجوز هاخد كورس كذا. ده انت المفروض تكوني واخداه قبل ما تتجوزي، ايه دخل الجواز بالكورس؟ فلقيت ان الاعتمادية المادية على جوزها بشكل كبير جدا. طب هو انت عارفة يا بنتي انت هتتجوزي راجل معاه ولا معهوش؟ هيوافق اصلا ولا لا؟ بتبنوا ليه امالكم واحلامكم على خطط وهمية؟ الاتكالية في السعي دي صعبة قوي. ايوه انت كده اتكالية، انت كده بتحاولي تكلفي واحد هو اصلا مكلف ببيت واسرة واكل وصابون سايل وبيبسي وبامبرز وحاجات قد كده، بتكلفيه فوق طاقته. هو مش مسؤول انه يخليكي تعملي حاجه الا برضاه. يعني لو هو عايز يديكي هديه مثلا يقول لك كادو من عندي اخليكي تاخدي الكورس الفلاني كان بها، لكن تاجلي الخطه بتاعتك دي لحد ما تتجوزي. بعدين انا بلاقي بنات كتير قوي دماغهم في الراجل او في العريس اللي هيجي ده ان هو خزنه انا هستغلها او هستخدمها بما يرضي الله. هو مش جوزي يدفع بقى، لا فين انت؟ مش هقولك كرامتك، انت المفروض تكوني عندك مسؤولية تجاه نفسك. احنا كبنات او يعني الفكر السائد احنا كلنا بقى ملزومة من بابايا من اخويا من جوزي. طيب وبعدين ما هو في الاخر هتبقى دي فلوس باباكي، ماشي حقه ويدفع لك وكل حاجة طبعا بمقدار. فلوس زوجك هتبقى فلوس زوجك، هتبقي مش بتتصرفي غير في فلوس زوجك، مش هتعرفي تنفقي الا الحد اللي يديهولك زوجك، مش هتطلعي جنيه الا اللي يسمح لك بيه زوجك مهما كان كويس وحنين وكريم. ليه ما يكونش ليكي مصدر دخل خاص بيكي ايا كان، وايا كان هو قد ايه؟ مش لازم تكون معاكي ملايين يعني ولا الوفات، حتى لو ميات بس بتاعتك انتي وانتي الوحيدة اللي ليكي حق التصرف فيها، احسن 1000 مرة ما تستني لما يديلك من جيبه. حتى لو هيديلك 10,000 جنيه في الاخر انت مش مسموح لك الا اللي هو بيديهولك. وبرضو الحتة دي يعني انا مش عايزة اكون يعني بحط فيكي في دماغك حاجات ممكن ما تكونيش انت مقتنعة بيها. الست ليها جوزها وبيتها وكل حاجة، بس لو متاح ليكي ان انت تشتغلي وتوفري مصدر دخل خاص بيكي كان بها. مش متاح الحمد لله وجوزي حبيبي واكيد تاخدي منه الفلوس اللي هو بيديها لك ومفيش مشكله خالص وكله بالرضا والتراضي وكل حاجه، لكن ما تاجليش احلام لغايه لما تتجوزي. ما تعتمديش ان اللي هتتجوزيه ده هيحقق لك كل احلامك، خاصه الوقت اللي احنا فيه ده صعب جدا ماديا. ما تبقيش شخصيه اتكاليه.